احلى مسا عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده بقى عملنا لكم كوكيز برضو، بس بطريقه تانية خالص. المره اللي فاتت كنت عاملاها لكم بالعسل، دلوقتي عاملاها بالسكر. بصراحه طعمها تحفه وكانت احلى من ام عسل يعني. فتجربوها وتشوفوا ايه رايكم يعني. ميوره بنتي اللي عاملاها، كانت جميله جدا بصراحه. تعالوا نشوف بقى مع بعض المكونات. جبنا طبعا البوله بتاعتنا فاضيه، نزلنا عليها بنص كوبايه سمنه، طبعا سمنه بلدي. وطبعا كنا ضاربين السكر في الخلاط، بودرة، عايزين سكر بودرة عشان يدوب معانا بسهولة. نص كوباية سمنة ونص كوباية سكر بودرة، وطبعا نقلب فيهم لحد ما هتشوفوا الشكل يبقى عاملين زي الكريمي كده بالظبط. نقلبهم شوية كتير يعني لحد ما يتجانسوا كلهم مع بعض وتبقى شكل الكريمة. طبعا في ناس بتستعمل مضرب الكهرباء، فطبعا هي مش مستاهله مضرب كهرباء لان احنا عاملين كميه بسيطه، لان كنا لسه عاملينها معاكم بالعسل، فقلنا نجرب كده بالسكر برضو. بقت الشكل ده، بقت شكل الكريمه كده بالظبط. طبعا كنا محضرين بيضه ورشه فانيليا. حطينا بيضه بدرجه حراره المطبخ، سهل جدا يعني، ما خدش وقت برضو خالص. ورشه فانيليا واحده كده بس. هنقلبها بقى طبعا كويس جدا لحد ما البيضه تروح معانا خالص في السمنه والسكر. بس هنقلبها كويس، واللي عايز يستعمل يعني مضرب برضو الكهرباء مفيش مشكلة. بس كده تمام. حط رشة ملح بسيطة، رشة ملح كده. وهنحط معلقة نشا صغيرة، معلقة نشا كده صغيرة برضو، ونقلبها. طبعا بنكون محضرين الدقيق بتاعنا، انا استعملت كوبايتين دقيق بس. طبعا كنت نخلاه كويس. هنجيب معلقة بيكنج باودر برضو نحطها، طبعا بتدي العجينة تخليها كويسة معانا. معلقة واحدة صغيرة كده. وننزل بقى بالدقيق بتاعنا، دول كوبايتين من الدقيق، هننزل كده عليهم. بس استعملنا بقى، شلنا المضرب خالص، استعملنا المعلقة كده عادي. وهنقلبها بس كده، مش هنضربها بقى، خلاص كده هنقلبها. بصراحة المكونات كانت يعني مناسبة جدا، وهتشوفوا منظر العجينة تحفة بصراحة، احسن من اللي هي بالعسل خالص يعني. جربوا دي كده جميلة جدا. بس هنقلبها بس كده لحد ما الدقيق يختفي معانا. اخدت كوبايتين دقيق بالظبط. اهو بقت الشكل ده معانا، ولا لزقت ولا اي حاجة خالص. بصوا عاملة ازاي تحفة. بس اهي، خدنا كورة اهي معاكم. ولا ملزقة ولا اي حاجة. طبعا نجيب الصينية بتاعتنا، دهنة زيت كده او سمنة اللي انتوا حابينه يعني. انا حطيت دهنة سمنة خفيفة كده. ومحضرين الشوكولاتة الشيبس معانا.
هننزل عليها طبعا كده، هنكور بقى كور كده زي ما انتوا شايفين. وهننزل عليها بالشوكولاتة. طبعا بنعمل كور صغيرة، هي المرة دي المفروض نعمل كور اصغر من كده عشان ايه فردت معانا شوية. بص عاملة ازاي، المفروض نعمل اصغر كمان شوية. يعني لو كده اعملوا ايه الكرة اصغر، عشان عملت معانا في الصينية شوية فردت معانا يعني. نعمل واحدة تاني معاكم. طبعا كنت مولعة الفرن لحد ما سخن. اهو نعمل بقى بقية الكمية ونرجع لكم. بالشكل ده كده عملنا يا دوبك طلعوا هما صينيتين. طبعا انا عاملة حاجة بسيطة مش عاملة كتير، قلت اجرب كده بالسكر لان كنت عاملة قبل كده معاكم بالعسل. بصراحة بالسكر افضل بكتير من العسل. واهو الشكل. طبعا حطيتهم في الفرن يا دوبك ما فيش، قعدوا بالظبط ربع ساعة. ولو مثلا حسيتي من تحت اتحمر ومن فوق لسه، يا دوبك تولعي الشواية دقيقة بالظبط. طبعا لحد ما برد، وبصراحة طعمه تحفة 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 يعني. جربوه وقولوا له ايه رأيكم. بألف هنا وشفا عليكم حبايبي.